ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهارده هنعمل دونر الكباب اللي طالع ترند، وتعالي نشوف هيطلع معانا ازاي والطعم معانا هيطلع ايه. شايفين كمان انا هنا حطيته في عيش سوري او عيش طاسه زي ما تحبي يعني تسميه. المهم هو فكره جميله وطلع كمان طعمه جميل جدا جدا. شايفين بقى شكله. اول حاجه بنحتاج اي كميه لحمه انتي عندك. انا هنا معايا نص كيلو لحمه، ضفت عليه 1 عدد بيضه، ممكن تستبدلي البيضه وتحطي علبه زبادي، ونضيف عليها بصلايه كبيره كده مبشوره زي ما انتم شايفين كده بالميه بتاعتها عادي جدا، مش هتعمل اي حاجه. وهضيف بقى التوابل، ملح وفلفل اسمر، ومعلقه من البابريكا المدخنه، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه او السبع بهارات. ومش هحتاج اكتر من كده، وهقعد بقى يا الا تضربيهم في الكبة او تعجنيهم كويس جدا جدا مع بعض لغاية اما يتجانس كل المكونات مع بعض. وهتبقى معايا بالشكل ده. هاخد بقى نص كمية اللحمة زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى افردها كده شوية بالمعلقة، وبعدين هجيب ورقة زبدة تانية احطها فوقيها، وهبدأ افردها كويس جدا لغاية اما تبقى اللحمة معايا رقيقة خالص. يعني انا عايزة اللحمة كده تبقى شبه ورقة، رفيعة جدا. شايفة بضيف عليها كده اهو، ببدأ افردها. شايفين بالشكل ده. اهم حاجة تفرديها رفيع جدا جدا، انا عايزاها ارفع حاجة اهو لغاية اما تساوي بقى كل الورقة بتاعة الزبدة اللي احنا قطعينها دي او قصناها بالشكل ده. هتطلع معاكي شايفين كده. هنبدأ بقى نطبقها ونسويها كويس جدا، وبعدين نطبقها كده ونفرد ونطبق ونفرد زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو كده. شايفين. وبعدين بقى هنكون مسخنين الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 180، وهنشغل الفرن بتاعتنا من فوق ومن تحت علشان تستوي وتاخد لون معاكي، عشان احنا مش هندخلها تاني تحت الشواية. شايفين بالشكل ده. هنفرد باقي الكمية التانية اهو زي ما فردنا الاولانية، وبعدين هنضيف عليها ورق الزبدة تاني ونفردها بقى كويس جدا بالنشابة اهو. طبعا بتحاولي بقى تسويها كده من الجناب عشان تطلع معاكي مظبوطة. طبعا سهلة جدا. احنا كنا بنعمل الدونر ده قبل كده. بنجمد اللحمة رول. الاول بقى كنا بنعمل الدونر، كنا بنعمل لحمة رول ونحطها في الفريزر، وبعدين بنطلعها وهي متجمدة ونعملها شرايح رفيعة جدا ونشوحها كده في الطاسة او نحطها في الفرن، بتطلع برضو لذيذة. بس الطريقة دي سهلة جدا واوفر بقى من الطريقة اللي احنا كنا بنعملها، يعني مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. وطبعا هنحطهم في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنحط هنا معاهم كمان فلفل سبايسي وحبه بصل، لو عندك كمان طماطم ممكن تضيفي، وهندخلهم الفرن كده على رف اوسط. طبعا ده العيش بقى اللي احنا هنعمله معاها. انا العيش ده عجنت كوبايتين من الدقيق، عليهم كوبايه الا ربع من الميه او نص كوبايه من الميه، وبعدين حطيت عليهم معلقه من الملح ومعلقتين من الزيت، وابتديت اعجنهم كويس جدا لمده 10 دقايق، وبعدين قطعتهم كرات صغيره، وابتديت بقى افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنرش من فوق ومن تحت دقيق، وبعدين بنفردها كويس جدا على قد الطاسه او الصينيه اللي انتي هتسوي فيها العيش بتاعك. شايفين بالشكل ده اهو كده. وبعدين هنروح على طول على الطاسه وهي سخنه، مفيهاش اي حاجه خالص ولا زيت ولا اي ماده دهنيه. هتاخد بس وش كده من الجنب ونقلبها على الجنب التاني لغايه اما نخلص كل الكميه معانا. شايفين ده شكل العيش. وده بقى هنا كده طلع اللحمه معايا من الفرن. شايفين بالشكل ده. هنبدا بقى نشيل منها الورق. طبعا انا حطيتها حبه كمان تحت الشوايه علشان تاخد لون، ما تبقاش اللحمه عايزه لون تاني او عايزه ان انا ادخلها تحت الشوايه تاني، ما تبقاش محتاجه. يعني شايفين هي رفيعه جدا ازاي، شايفين شكلها. طبعا هي سخنه جدا جدا، فافضل حاجه ان احنا نقطعها بشوكه او بمقص حسب ما انتي موجود عندك. شايفين بالشكل ده. شايفين القطعه رفيعه جدا، طعمها حلو، يعني مش وحشه ولا اي حاجه، لا بالعكس طلع طعمها جميل جدا. شايفين هنقطعها كل الكمية كده
اهو. لو محتاجة بقى ان انت تحطيها في الصينية تاني وبعدين تحطيها في الشواية عادي، مفيش اي مشكلة، ممكن تعملي كده. هي الفكرة واحد يعني، لو انت حطيتيها تحت الشواية شوية هتاخد اللون، لو ما حطيتهاش عادي برضو تحطيها بعد ما تقطعيها في الفرن شوية من غير اي مادة دهنية. طبعا هي فيها نسبة دهون 20%، فهتبقى كويسة جدا. شايفين بالشكل ده؟ شايفين الرول عامل ازاي؟ هبدأ بعد كده بعد ما اقطعها بقى كده قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، هنعمل بقى الصوص اللذيذ اللي احنا هنقدمه معاها او هنحطه في الساندوتشات. هحتاج هنا علبة زبادي كبيرة، هحط عليهم معلقة كبيرة من المايونيز بالشكل ده، وبعدين هرش عليهم رشة ملح صغيرة وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل عليهم كمان بفص توم مفروم، ممكن تضيفي هنا نعناع مجفف او كزبرة مجففة، بقدونس، اي حاجة عندك. شايفين بالشكل ده؟ طبعا التوم بيديها طعم حلو جدا. وضفنا هنا رشة ملح صغيرة، يعني هو مش محتاج ملح كتير. بعد كده بقى هنجيب العيش بتاعنا وهبدأ بقى كده افرد عليه الصوص اللي احنا عملناه ده. شايفين بالشكل ده؟ وهنضيف بقى هنا كده اللحمة بتاعتنا اهو بالشكل ده. وكمان ممكن لو عايزة تزودي الكمية ممكن تعملي معاها بطاطس مقلية، برضو هتبقى جميلة في السندوتشات. هنحط كده الفلفل ونضيف عليهم كمان البصل اللي احنا شويناه، هنقطعه كده شرايح زي ما انتم شايفين اهو كده. وبعدين هنلف بقى الرول اهو بالشكل ده، هنلفه بالشكل ده كده اهو. بعدين بقى هنقطعه نصين وهنقدمه، طبعا مش هيتحط تاني على الجريل ولا اي حاجة. شايفين هيطلع بالشكل والجمال ده. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. وهنقدم معاه كمان حبة كده من الصوص، حاجة كده جميلة اهو. شايفين بقى كده شكلها؟ ده الباقي بقى حاجة تحفة. باي باي.